السلام عليكم. تعالوا بقى النهاردة اما نعمل حاجة حلوة قوي بمكونات بسيطة خالص وطعمها تحفة وبترطب كده في الجو اللي احنا فيه ده، حلا السميد. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف عملنا الحلو الجميل ده ازاي. حلة على النار، هحط فيها كوباية سكر، كوباية مية، رشة فانيلا، واقلب السكر كده عشان يدوب. انا هسيبه كده يغلي حوالي 3-4 دقايق كده. بعد كده حلة تانية احط فيها معلقتين سمنة ومعلقتين زبدة، وده سميد اللي هو السميد البسبوسة اللي هو الوسط اللي بنعمل بيه البسبوسة العادية. هحطه كده، ونفس الكوباية اللي انا بعاير بيها هي اللي بعاير بيها كل حاجة، واقلب كده وموطيه النار عشان ما يتحرقش مني. هقلب فيه كده. خلوا بالكم عشان هو ممكن يتحرق بسرعة، فعشان كده لازم توطوا النار وايديكم فيه في التقليب. واما يوصل للشكل ده خلاص كفاية كده. شايفين اللون ده؟ بعد كده هحط معلقة جوز هند واقلبها كده. عندي بقى المية والسكر اللي انا كنت عاملاه في الاول هحطها عليه. هو اول ما بتحطوا المية والسوائل كده بيبان ان هي كتيرة، بس عادي خالص السميد بيشربها، ما تخافوش يعني. اقلبه كده. بعد كده هحط كوباية لبن. هو بيغلي غلوتين وبتلاقوا السميد شرب كل السوائل، شايفين اهو بدأ يشربها. اقلبه كده لحد ما السميد يشرب السوائل كلها بالشكل ده. هو كده خلاص شرب كل السوائل. اشيله بقى من على النار واحطه في اي حاجة، في اي صينية. انا هحطه في البايركس ده واسويه بالشكل ده كده. واسويه كويس كده. هسيبه بقى واعمل الخطوة التانية. عندي 3 كوبايات لبن، عليهم 3 معالق سكر ومعلقتين دقيق كبار ومعلقتين نشا كبار، واقلب كده على البارد الاول. اقلبه كده كويس على البارد لحد ما الدقيق والنشا يختفوا خالص. بعد كده هولع النار. هحط بقى معلقة قشطة وشوية فانيلا واقلب. انا عاوزة الخليط ده يبقى كريمي وحلو كده. هحط مكعب زبدة، لو حابين تستغنوا عن معلقة القشطة براحتكم. واقلب كده لما الخليط يبقى معايا كريمي خالص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عامل ازاي؟ خطوة اما الخليط يبقبق معايا كده بالشكل ده، هو كده خلاص. هرفعه بقى من على النار وهنزل بيه على السميد البسبوسة. وانزلوا بالخليط كله مرة واحدة عشان يبقى الوش مساوي كده بالشكل ده كده. بعد كده هحطها في التلاجة 3-4 ساعات واغطيها.
دي بعد ما طلعت هقطعها بقى اي تقطيعه انتوا حابينها بالشكل ده كده. طعمه حلو قوي وبيبقى ساقع كده وجميل بجد في الحر اللي احنا فيه ده، وبيبقى لذيذ كده. انا هحط شويه فستق على الوش، طبعا اي مكسرات انتوا حابينها او متوفره حطوها براحتكم بالشكل الجميل ده. شايفين عامله ازاي؟ بيبقى طعمها حلو قوي. يا رب الوصفه تعجبكم وبألف هنا، وما تنسوش تشتركوا في القناه واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.